السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تصلوا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم مسكوتشو خفيف ريشة غير بزوج بيضات. مكوناته اقتصادية وما تستعملوش فيه الخلاط الكهربائي، توجدوه في وقفة. تبعوا معايا نعطي لكم أهم الأسرار وأدق التفاصيل باش يجيكم بنين وخفيف من الداخل. اول حاجه نحتاج زوج بيضات بدرجه حراره الغرفه. شوفوا البنات، هذا الفيديو جا شويه طويل، مي راني نفهم فيكم غير بالعقل، يعني اللي مبتدئات راح لو كان تتبعوني راح تخرج لكم هذه الوصفه ناجحه. ثاني مكون نحتاج 9 ملاعق كبار تاع سكر، اللي هو ما يعادل كأس الا ربع تاع سكر كما راني نوضح لكم في الفيديو. ورشة تاع ملح ولا ربع ملعقة صغيرة تاع ملح. نخلطو كلش بالفوي، تبقاو تخلطوا مليح حتى تحسوا انه هذاك السكر ذاب والخليط بدا يفتح لونه. مع 9 ملاعق تاع زيت. ونبقاو نخلطوا. ونكملوا نخلطوا. نزيدوا لهم 9 ملاعق كبار تاع حليب دافي، وهو السر اللي يخلي المسكوتشو باش يجيكم من الداخل طالع. نزيدوا لهم 9 ملاعق كبار تاع فرينة مع 2 ملاعق كبار تاع نشا. وباكي ونص تاع خميرة الحلوى.
نكملو نخلطو حتى يتشكل لكم خليط سائل وثقيل، قصدي ثقيل في القوام. ولازم تحرصوا على انه الخليط تاعكم يكون شويه ثقيل، لانه اذا كان خفيف كي تحطوه يطيب في الفرن راح يخرج لكم من المول ويسيح. نحيو الربع من هذاك الخليط نديروه في صحنه وحده، نزيدوا له ملعقه تاع كاكاو ونخلطوهم مع بعضاهم. وفي المول الأسطوري نلقاوه تقريبا عند أغلب الجزائريين. نديرو كأول طبقة شوية من هذاك الخليط اللي لونه أبيض، وفي النص نديرو طبقة من هذاك الخليط البني على شكل خط من الفوق حتى لتحت، ومن بعد نكملو كطبقة أخيرة هذاك الخليط الأبيض ونحطوه في الفرن يطيب على درجة حرارة 180 درجة. الفرن يكون مشعل مسبقا. البنات اللي جديدة معايا في القناة نقول لها مرحبا بك. هنا راح تلقاي معظم الوصفات اللي تحتاجيهم وتفرحي بيهم اولادك. ما تنسينيش باشتراك باش تنضمي العائلة تاعنا وتفعلي الجرس باش تلحقك اي وصفة جديدة نحطها، وما تنسينيش بجام وكومنتار باش نستمر في تنزيل هذا المحتوى المفيد باذن الله. وهنا نكون بعد ما خرجته من المول نحيوه من هذاك المول ونقصوه لقطع متساوية بالشكل اللي حبيتوها. من الداخل راح تشوفوا تدرج طبقات بين البني والابيض، يجي شكله باهي وفي نفس الوقت بنين. وكيما نقولوا الشكل مهم لانه العين تاكل قبل الفم.
وهنا كما راكم تشوفوا راني نقطع فيها القطع متساويه في الحجم ومتوسط حجمها، يعني ماهيش صغيره بزاف وماهيش كبيره. جات ما شاء الله النتيجه، ننصحكم تجربوها. شوفوا كيفاه راني نعت لكم كيفاه جا خفيف من الداخل، صدقوني عظموا خوتها ما تفيقوش كامل كيفاه خلصتوها. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في الفيديو القادم مع وصفه جديده باذن الله.